صغيرة عشان دلقت الشوربة على أختي، بإن أنا دلوقتي بترفض أو بخاف إن حد يرفضني. الفكرة هنا مش في الشوربة اللي اتدلقت ولا في اختك اللي صوتت لما انت عملتي كده. الفكرة في نمطك انت اصلا كشخصية. هل انت شخص ما بيحبش يسبب اي نوع من انواع التعب او المشقة للناس اللي حواليه؟ شخص بيحب يعمل كل حاجة صح في الحياة وما بيحبش يعمل اي حاجة غلط في الحياة؟ هي الفكرة هنا القصة استيعابك انت للموقف اللي حصل وانت طفلة كان عامل ازاي، اثر ليه عليكي بالشكل ده، ريليتد للنمط بتاعك. او بمعنى الاصح خلينا نجيب مثال بسيط. لو احنا عندنا طفلين 3 في البيت بنربيهم والموقف بتاع الشوربة ده حصل قدامهم هما التلاتة، كل واحد هنا اجابته للموقف هتكون مختلفة وتعبيره عن الموقف هيكون مختلف، ولكن التروما اللي هيسيبها المشهد ده جوه حد من الاطفال دول اكيد مش كلهم هيبقوا تروماتايزد من الموقف بتاع الشوربه، ولكن ممكن يكون طفل واحد هو اللي حصل له التروما دي. وده برضو بيرجع لان انا طفل اتعودت من وانا صغير ان نمطي بيقول لي انت لازم بتكون بتعمل كل حاجه ايجابيه في الحياه، واللي عزز لي ده التربية اللي أنا اتربيتها. أو بمعنى الأصح أنا بقيت أخد بالي قوي لما ماما تزعق لي أنا بالذات لما بعمل حاجة غلط، ومن هنا بتبتدي تحصل المشكلة، ومن هنا بتبتدي معانا رحلة إن إحنا ما ينفعش نغلط، وبنحس بالرفض أو بنحس بالفرستريشن اللي هو الإحباط، أو يعني بيبقى ريليتد بحاجة ليها علاقة بعدم ثقتك بنفسك أو بقيمتك نفسها. هو مش المفروض إن الكلام ده فات عليه سنين يعني هو فات طلع؟ سنين بس هو كبر مع السنين، ما قلش، هو عمال بيكبر، والفكرة عمالة جوه عقلك انتي بتزيد، لان بيحصل مواقف كتير في الحياة بتأكد لك ان انتي لو عملتي اي حاجة غلط هتترفضي، فانتي بتركزي عليها جدا وبتفوكس عليها جدا. هديكي مثال بسيط. ممكن انتي تبقي صاحية يوم من النوم بتفكري في عربية مثلا براند معينة لونها ابيض، هتنزلي الشارع طول ما انتي ماشية هتلاقي العربية بنفس البراند بنفس اللون عمالة تظهر قدامك كتير، وكأنها جاية تقولك ان انت الفكرة اللي في دماغك دي استدعتني او جابتني، او الفكرة اللي في دماغك دي صحيحة. فانت هتعملي ايه؟ هتروحي بتدوري على العربية اللي بنفس البراند اللي بنفس اللون عشان تشتريها. هنا بيحصل للرفض اللي احنا بنتعرض له في حياتنا برضو عملية فوكسنج كده، بنفضل طول ما احنا ماشيين، سواء بقى واحنا اطفال او في مرحلة المراهقة، لما بنكبر بنبقى شباب، بعد كده مثلا بنتجوز، بنلاقي نفس الموقف بيتكرر علشان يقولك ايه؟ عالجيني، غيريني، في حاجة تتعمل، محتاج ان انتي تشتغلي عليا علشان تخليني انا ما ببقاش بتضايق من الاحساس ده، لان الاحساس ده جاي يقول لي رسالة، بنسميها احنا رسول جاي برسالة عايز يوصلها لنا، واحنا عمالين كل شوية بنقفل الباب في وشه. فانت لما بتقفلي الباب في وشه لازم الموقف يتكرر مرة واتنين وتلاتة عشان يعرفك ان هنا في حاجة انت محتاجة تبصي عليها، في حاجة انت محتاجة تصلحيها وتظبطيها عشان تعيشي حياة طبيعية وسوية. تهيألي إن ده بيأثر على اختياراتنا، بيخلينا نقبل بحاجات يعني إحنا نستحق أحسن منها. إيه اكيد، رأيك؟ طبعا طبعا، واحنا مش فاهمين احنا ايه اللي بيحصل لنا ده، او احنا شايفين اصلا ان انا مرفوضة، انا مش مرغوب فيا غير بشكل معين، لازم اكون بعمل حاجات معينة علشان خاطر اتقبل، اقدم حاجة، اساعد في حاجة، او اعمل كل حاجة صح، ابعد عن كل حاجة غلط. الكلام ده كله بيخليني انا من جوايا فاقدة الثقة في نفسي، وبحس ان انا قيمتي مش موجودة، وبالتالي ببقى عايزة احاول ارضي كل الناس. بيتهيألي ان انا ببقى الشخص رقم 1000 اللي بحاول ارضيه، يعني بيتهيألي انا نفسي مش ببقى موجودة جوه صورة الرضا، انا ببقى مجرد طول او اداة موجودة عشان ارضاء الاخرين. وطبعا ده بيخليني بختار حاجات شبه مش بتاعتي، انا يمكن اكون بختار اختيارات ناس تانية اصلا مش انا. يمكن دي حتة عميقة شوية، بس احنا فعلا في حياتنا بنختار اختيارات ناس تانية، واوقات منها بيكون اختيارات ابونا وامنا مش اختياراتنا احنا. متلازمة إن مردش عليا، مش هيرد عليا تاني، التوتر اللي بيحصل لو حد تأخر عليا في الرد.
والله هي قصة ان ما ردش عليا دي وما ما بيردش، يعني انا شايفاها ان هي الصراحة مرض صعب جدا، والناس اللي هي بتتعرض للحتة دي بيصعبوا عليا جدا جدا، لان الصراحة الموضوع بيبقى يعني مؤلم جدا. وعادي انا مش هتكسف، انا كنت واحدة بزعل قوي وبتضايق جدا لما الناس ما تردش عليا، بس ده طبعا قبل يعني اشتغل على نفسي كتير وقبل ما اعمل حاجات كتير كان الموضوع بالنسبه لي هزلي. ازاي يعني اتصل بحد ما يردش عليا؟ وايه قله الذوق وعدم الاحترام ده؟ ليه يعني ما بيردش عليا؟ بيعمل إيه؟ هو مين يعني في البلد عشان ما يردش عليا؟ ولكن طبعا يعني بعد ما الحمد لله ربنا كرم الواحد بحاجات كتير، بقيت انصح الناس اللي بتكلمني في نقطه زي كده. النقطه دي بتضايق ناس كتير جدا، مش بس ناس بتجيلي مثلا تتعالج من حاجة معينة، لا خالص، ده عادي. حتى القعدة الجلسة العادية ما بيني وما بين صحابي، الاقي في واحد تقول لي تخيلي كلمت فلانة وما ردتش عليا، دي ست في منتهى قلة الذوق. بس هو الموضوع بسيط جدا. back to the basics. maybe ان الشخص ده نام في الحمام بياكل عيان. باك تو ذا بيزكس، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، لان ببساطه مرن نفسك انك ما تزعلش من الحاجات الصغيره دي، هتلاقي نفسك ان انت بقت الحاجات الكبيره بتحصل انت ما بتزعلش منها. فبرضو ده نصيحه، او ده يعني نوع من انواع الادفايس اللي انا بديها للكلاينتس بتوعي، ان هم لازم يمرنوا نفسهم على الحاجات الصغيره اللي تهديهم، علشان نبتدي ندخل على التروماز الاكبر. هل معنى ان انا اتعافيت من اذى معين او تروما معينه ان تسبب في الاذى ده خلاص ما بقاش مذنب؟ هو مش مذنب، هو مش مذنب، هو محدش مذنب. يعني ما بحبش اتكلم في الحتة دي بالشكل اللي انا وصلت له او بالعلم اللي انا اتعلمته، علشان انا مش حابة ان انا اخض الناس، ولكن خلينا متفقين هو انت المذنب، مفيش حد اذنب في حقك خالص. من حتى وانت طفل، من حتى وانت صغير، هو انت مسؤول عن نفسك من وانت اول ما نزلت الدنيا، وانت للأسف مسؤول عن نفسك. في حاجات طبعا حصلت دي كانت خارجة عن إرادتك، ولكن احنا هنا بنتكلم عن حتة الذنب. الذنب ده محتاج عمر معين للإدراك، ومحتاج كمان ان الشخص ده يكون بقدرة عقلية ويكون متزن بشكل معين علشان نقدر نحكم عليه ان هو اذنب اصلا. واكبر دليل ان احنا في القضاء مثلا الناس المريضة نفسيا لما بيقتلوا او مثلا بيعملوا جريمة او بيعملوا حاجة مخلة بالشرف او يعني حاجة illegal زي ما بنقول، ولكنهم بيعملوا لهم فحوصات فبيلاقوهم انهم مثلا عيانين عندهم مرض عقلي معين، الحكم بيخف عليهم تماما، ما بيتحاسبوش نفس حساب الشخص السوي. فقصة ان هو اذنب مش هتخصني قوي، المهم ان انا ابقى انا كويس. ازاي ابدا احط رجلي على اول طريق للتعافي؟ ازاي ممكن اتخلص من الطفل اللي قاعد بيعيط جوايا؟ هو طبعا لازم اول حاجة ان انا اعترف ان انا عندي مشكلة. الاعتراف ان انا عندي مشكلة دي حاجة مهمة جدا، لازم اصلا ان انا اكون شايف ان انا عندي مشكلة، لان وانس ان انا شفت ان انا عندي مشكلة ده معناه ان انا هينفع فيا العلاج، او العلاج هيجيب تأثير معايا كويس بنسبة حتى لو مش شرط كبيرة قوي، وحتى لو خدنا وقت طويل قوي مش مشكلة، بس المهم ان على اللونج تيرم يعني الشخص ده هيستجيب للعلاج. فبداية اول حاجة ان انا اعترف ان انا عندي مشكلة. تاني حاجة طبعا ان انا اطلب سبورت من حد متخصص، اروح لمتخصص واتكلم معاه وابتدي افتح معاه الحاجات اللي تعباني، المشاكل اللي عندي، المخاوف اللي انا بواجهها طول الوقت. احاول ان انا اطلب الدعم من حد يكون قريب ليا، علشان دايما يكون بيدعمني بالتشجيع، وان هو دايما يحاول ياخدني بطريقة سهلة سليمة بسيطة لحد لغاية يعني ما اوصل معاه لبر الامان. فدي شوية تابس كده بسيطة ممكن نعملها علشان نتعافى. وطبعا انا بطلب من كل حد بيحس فعلا ان هو عنده مشكلة ما يكسلش ما يأخرش ده، يجري بسرعة على حد يسأله، حد يدعمه، يروح لمتخصص. المتخصصين دلوقتي بقوا كتير جدا، والمجالات دي بقت متسعة جدا. صدقوني النتيجة بتكون مبهرة.